مدينة آسفي حاضرة عبدة، وزيارة ملكية ميمونة مباركة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تجدد العهد والوفاء وتبعث دينامية جديدة بإطلاق مشاريع حيوية وتدشين أخرى تشكل مفخرة ساكنة الإقليم ومصدر اعتزازها لما تحقق بجهة دكال عبدة من منجزات كبرى في عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في جميع المجالات ذات الأولوية بالنسبة لساكنة المنطقة والقطاعات الحيوية المنتجة من فلاحة وصناعة وبنيات تحتية أساسية. آسفي مدينة السمك والخزف ومدينة الشواطئ الطبيعية، مدينة العراقة والتاريخ، تجمع بكل مكوناتها بين الأصالة بمقوماتها ومآثرها ومعالمها التاريخية والتطلع نحو المستقبل بمنجزاتها الحديثة وأوراشها التنموية التي تحظى بالعناية والرعاية والسهر المولوي الدائم لتكون حاضرة عبدة في مستوى التطلعات والرؤى الملكية المنبعثة من الحرص الدائم لجلالة الملك حفظه الله على تجسيد مختلف أوراش التنمية ومخططاتها على أرض الواقع، برامج مضبوطة ومحددة في الزمان والمكان تستفيد منها ساكنة إقليم آسفي وتضعها في قاطرة التنمية الجهوية والوطنية. المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، الورش الملكي المتجدد والمفتوح باستمرار، حققت مشاريعه على مستوى إقليم آسفي نتائج جد إيجابية بمجال محاربة الإقصاء والتخفيف من مظاهر الهشاشة الاجتماعية وتحسين مستوى عيش الساكنة المحلية. فقد مكنت مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية المنجزة على مستوى المجالين الحضري والقروي للإقليم، لا سيما بمدينة آسفي ومركزي جمع سحيم وسبت جزولة، من إحداث وتيرة تنموية غير مسبوقة شملت مختلف فئات المجتمع، خاصة النساء والشباب الذين أضحى بوسعهم الانخراط بفعالية في عجلة التنمية عبر العديد من البرامج والمشاريع المنتجة ذات القيمة المضافة. وحسب البرامج فقد تم برسم سنة 2011-2012 تنفيذ 114 مشروعا على مستوى العالم القروي و67 مشروعا بالوسط الحضري، إلى جانب 94 مشروعا في إطار البرنامج الأفقي و23 مشروعا في إطار برنامج محاربة الهشاشة. وسيتم برسم سنة 2013 تنفيذ 51 مشروعا على مستوى العالم القروي و3 مشاريع بالوسط الحضري، إلى جانب 15 مشروعا في إطار البرنامج الأفقي و5 مشاريع في إطار برنامج محاربة الهشاشة. وقد أشرف جلالة الملك حفظه الله على تدشين مركب تجاري وإداري لفائدة أرباب قوارب الصيد التقليدي بميناء آسفي، وإعطاء انطلاقة أشغال بناء مركز لتكوين وتأهيل النساء و3 دور للطالبة وفضاء لفائدة الصناع حرفي قرميد وقرية لحرفي الخزف. نعم سيدي أعزك الله، بعد تقديم ما يليق بمقامكم الشريف من فروض الطاعة والولاء، أستأذن مولانا المنصور بالله لتقديم بعض البحارة المستفيدين من مستودعات تخزين تجهيزات قوارب الصيد التقليدي بميناء آسفي، والمنجز بشراكة بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وزارة الفلاحة والصيد البحري، قطاع الصيد البحري، المكتب الوطني للصيد، الوكالة الوطنية للموانئ، وتعاونية المسيرة الخضراء لأرباب وبحارة قوارب الصيد التقليدي بآسفي. ويتعلق الأمر بالسادة نور سعيد عقا، ياسر حسني، ميلود أشناوي، سعيد شليخة، وشعيب زيبي، بهيلي عبد القادر، وشعيب قريف، عبد الرحيم ماجوج،
عبد الرحيم فقيتي. حميد طبيعي. الله يبارك في عمر سيدي. وقد أشرف كذلك جلالة الملك حفظه الله على تسليم 10 حافلات للنقل المدرسي لفائدة جماعات قروية بإقليم آسفي، وذلك بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار محاربة الهشاشة والإقصاء الاجتماعي والفقر. فمشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية هي من الإنسان وإلى الإنسان، مشاريع تنفذ في إطار مقاربة تشاركية مندمجة تستمد روحها وفلسفتها من المشروع المجتمعي الذي يرتضيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لكافة المغاربة، وهو المشروع الذي ينبع من الثوابت الراسخة للأمة ويستند إلى الاختيارات الأساسية للدولة ويستجيب لانتظارات وتطلعات كافة المواطنين إلى التنمية المستدامة والمجتمع العادل لبلوغ أهداف كل إصلاح وتقدم ينبني على تعليم جيد وتربية صالحة وشغل منتج واقتصاد تنافسي وسكن لائق وتغطية صحية وإدارة فعالة ونزيهة وكرامة موفورة ومواطنة كاملة حقوقا وواجبات. هكذا تجسدت الإرادة الملكية الراسخة لتأهيل قطاع الصناعة التقليدية وتحسين ظروف عمل الحرفيين من خلال إشراف جلالة الملك حفظه الله على إعطاء انطلاق أشغال بناء قرية حرفي الخزف بآسفي ب 52,500,000 درهم، وفضاء لفائدة الصناع حرفي القرميد بالجماعة الصعادلة ب 5,400,000 درهم. كما حظي قطاع الصيد البحري بالعناية الملكية بإشراف جلالة الملك حفظه الله على تدشين مركب تجاري وإداري لفائدة أرباب قوارب الصيد التقليدي بميناء آسفي، الذي أنجز في إطار المبادرة الوطني للتنمية البشرية بمبلغ إجمالي قدره 12,400,000 درهم. كما يعكس إشراف جلالة الملك على إعطاء انطلاق أشغال بناء مركز لتكوين وتأهيل النساء ب3,500,000 درهم، و3 دور للطالبة ب3,430,000 درهم بالجماعات القروية المعاشات وملبرقي وسيدي التيجي، تجليا مثاليا للعناية الملكية التي يوليها جلالته لقطاع التكوين. وبدورها تعززت البنيات التحتية السوسيو-رياضية لمدينة آسفي بالمركز السوسيو-رياضي للقرب الذي أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على تدشينه، وكذا بمركب رياضي و5 ملاعب قرب لكرة القدم أعطيت بالمناسبة انطلاقة أشغال بنائها. وستساهم ملاعب القرب لكرة القدم في تعزيز البنية التحتية الرياضية على مستوى الأحياء المستهدفة وتحفيز الشباب على ممارسة هذه الرياضة. كما سيضم المركب الرياضي الذي سيكلف إنجاز 24 مليون درهم بالخصوص مسبحا أولمبيا و4 ملاعب صغيرة للتنس وقاعة مغطاة شبه أولمبية وفضاء للألعاب ومدرجات تسع ل2600 متفرج ومسبحا للأطفال ومطعم. ويهدف المركز السوسيو-رياضي المندمج الظهور للقرب الذي أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على تدشينه إلى تطوير المهارات الرياضية والفنية لدى الأطفال والشباب ومحاربة الانحراف والهدر المدرسي، وكذا الإدماج السوسيو-ثقافي والرياضي للساكنة المستهدفة عبر ضمان ولوج واسع للتجهيزات والخدمات الأساسية. وقد أنجز هذا المركز بغلاف مالي قدره 4,300,000 درهم. لقد انخرط إقليم آسفي في إحداث عدد من البنيات التحتية الرياضية الرامية إلى إفساح المجال أمام الشباب والفئات الصغرى لتطوير مهاراتها وصقل مواهبها في مختلف الرياضات، وذلك بهدف توفير الأرضية المواتية لبروز كفاءات رياضية تعد برفع العلم الوطني خفاقا في مختلف المحافل والملتقيات الرياضية الدولية، وذلك في سياق الجهود المبذولة من أجل النهوض بقطاع الرياضة وتطوير بنياته الأساسية ودعم قدرات الفاعلين فيه. وقد تم خلال السنوات الأخيرة إحداث عدد من المرافق الرياضية بالغة الأهمية على غرار المركز السوسيو-رياضي للقرب الذي دشنه جلالة الملك حفظه الله،
بما سيتيح تقوية البنية التحتية الرياضية والشبابية على مستوى إقليم آسفي وتقريب هذه المرافق من الساكنة، ومن ثم تلبية الإقبال المتزايد لأبناء الأحياء المحيطة على ممارسة الرياضة بمختلف أصنافها، ليس فقط من منطلق الهواية لكن أيضا من أجل تطوير القدرات واكتساب الخبرة الكفيلة بصنع أبطال الغد. ويعكس إشراف صاحب الجلالة نصره الله على تدشين هذا المركز وإعطاء انطلاقة أشغال إنجاز قاعة مغطاة متعددة الرياضات و5 ملاعب لكرة القدم للقرب الاهتمام الخاص الذي ما فات يوليه جلالة الملك حفظه الله لمسلسل النهوض بالقطاع الرياضي وتعزيز بنياته الأساسية بما يستجيب لتطلعات الشباب الذين أضحى بوسعهم ممارسة رياضات مختلفة في قاعات متعددة التخصصات قد تشكل على المدى البعيد مدخلا لولوج عالم الاحتراف. وقد أشرف جلالة الملك حفظه الله بالمناسبة على تسليم مفاتيح 5 حافلات للنقل الرياضي لفائدة نادي أولمبيك آسفي. منشآت رياضية نموذجية تأتي لتقوية البنية التحتية الرياضية والشبابية على مستوى حاضرة عبدة، كما ستتيح من جهة أخرى تأطير ومواكبة الحركية الجمعوية الهامة التي تشهدها المدينة لكونها ستمكن من احتضان مختلف الأنشطة المنظمة من طرف الجمعيات الرياضية المحلية. وهكذا فإن هذه المنشآت الرياضية التي تشكل أرضية خصبة لبروز مجموعة من المدارس الرياضية في تخصصات عدة، لا سيما كرة القدم وكرة السلة وكرة اليد والكرة الطائرة ورياضات فنون الحرب، تعد تجسيدا بليغا لمبدأ القرب، حيث ستمكن الساكن المحلية ولا سيما الشباب من ممارسة مختلف التخصصات الرياضية في ظروف مثلى، إلى جانب استقطاب الفئات الصغرى المنحدرة من مختلف الأوساط الاجتماعية وتكوينها في تخصصات رياضية متنوعة قد تفضي إلى اكتشاف مواهب وطاقات واعدة. مشاريع تنموية هامة تجمع بين ما هو إرث حضاري تراثي لآسفي تشتهر به المدينة على الصعيدين الوطني والعالمي، صناعة الخزف والفخار، وبين ما هو سوسيو رياضي في سياق العناية الملكية بفئة الشباب واليافعين. وللثقافة والفن أيضا حظها الوافر من الأوراش الملكية بآسفي التي أنجبت أسماء فكرية ثقافية وفنية لامعة لها دورها البارز واسمها على الساحة الوطنية والدولية. فقد أشرف جلالة الملك حفظه الله على إعطاء انطلاق أشغال بناء دار للثقافة تروم تعزيز النسيج الثقافي بالمنطقة وتحسين ولوج الساكنة المعوزة للأنشطة الثقافية. وسيشتمل هذا المشروع الذي رصد له غلاف مالي قدره 5 ملايين درهم ممولة من قبل المبادرة الوطني للتنمية البشرية على مسرح في الهواء الطلق وقاعة متعددة الاستعمالات وقاعتين للمطالعة وقاعة متعددة الوسائط وأخرى مخصصة للأنشطة الثقافية والفنية. وبالمناسبة أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على تدشين مدينة الفنون والثقافة تعزيزا للأنشطة الفنية والثقافية بمدينة آسفي ذات الإرث الحضاري والثقافي الزاخر بالعطاء والغني بروافده وإبداعاته. آسفي أو مصب النهر رمز الخصب والعطاء، حاضرة عبدة إحدى أغنى المناطق الفلاحية المغربية، هي أيضا غنية بمعالمها التاريخية التي تشهد على تاريخها العريق الضارب جذوره في أعماق التاريخ. آسفي بتاريخها النضالي الحافل بالوطنية والإباء وبحاضرها المشرق في عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تعتز ساكنتها وتفتخر بهذا المشروع الفني والثقافي الضخم الذي يعكس حجم ومكانة المدينة الثقافية. هو معلمة للارتقاء بالحركة الثقافية والفنية على مستوى إقليم آسفي. مدينة هي فضاء ذو طابع تربوي وثقافي ستساهم في تحسين ولوج الساكنة المحلية إلى بنيات التنشيط الثقافي والفني، كما أنها تشكل إطارا مثاليا لبروز وتأهيل وصقل المواهب الشابة الجديدة في مختلف الفنون. وتضم هذه البنية الثقافية الجديدة التي أنجزها مجلس جهة دكال عبدة بمبلغ إجمالي يقدر ب41 مليون درهم، تضم بالخصوص مسرحا ومعهدا موسيقيا وقاعات للعروض
والمؤتمرات والحفلات والمعارض وفضاءات خضراء. وتعتبر مدينة الفنون والثقافة معلمة ثقافية بحاضرة عبدة تتماشى مع أحدث المعايير المعتمدة في إنجاز مثل هذه المنشآت، وستمكن من الارتقاء والسمو بمستوى الحركة الثقافية والفنية بالمدينة وإبراز تراثها وحمايته والمحافظة عليه، مع إيجاد السبل الكفيلة بجعله يتلائم مع حركية النمو الاقتصادي ومتطلبات الحياة العصرية. وستمكن مدينة الفنون والثقافة الشباب من إبراز مواهبهم في مجالات المسرح والموسيقى والفن والقراءة. معلمة تتواجد بقلب مدينة آسفي تمتد على مساحة 3 هكتارات، تشتمل على بناية مساحتها 6000 متر مربع، بها قاعة متعددة الاختصاصات وقاعة للعروض وأخرى للموسيقى، فضلا عن حديقة أندلسية وخزانة تم تدشينها من طرف صاحب الجلالة نصره الله في سنة 2007. مشاريع تنموية هامة تعد بمستقبل زاهر لآسفي حاضرة عبدة.